أول معانا ما يبدأ فصل الشتاء بنبدأ إن احنا نجهز الطرق الخاصة بالمخبوزات والكيكات. وشفنا طبعا طرق كتيرة جدا للكيكات، بس النهاردة الكيكة العادية بتاعتنا. بس النهاردة المكونات بتاعتنا فيها منتجات نزلت جديدة، فحبيت ان انا اوريها لكم، وبجد طعمها خرافة جدا. والمقادير في حاجة في المقادير عملتها كده وجربوها وان شاء الله هتعجبكم. اهم حاجة استنوا معايا الفيديو للنهاية عشان تعرفوا كل التفاصيل اللي انا هقدم بيها الكيكه بتاعتنا، مع كوبايه شاي مع كوبايه نسكافيه. الطعم بيبقى في حته تاني. نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا معاكم وصفتي النهارده للعمل الكيكه العاديه. هنا معايا 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه، وهضيف عليها المنتج الجديد ده. بصراحه جميل جدا، بيديجي طعم البرتقال بس على خفيف، بس طعمها بتبقى تحفه. هنا معايا كيس من الفانيليا بطعم البرتقال، اسألوا عليه جميل جدا. وهنا 3 بيضات وبضربهم كويس جدا في الخلاط. وبعد كده هبدأ ان انا اجهز السكر بتاعي. السكر بتاعي ده عبارة عن كوباية من السكر، وما تنسوش ان انتوا تضيفوا مع البيض معلقتين من الخل، معلقتين مع الخل مع الفانيليا مع البيض، وبتضربوهم كويس جدا. وتبدأ تضيفوا السكر تدريجي عشان تتأكدوا ان هما يدوبوا معاكم. وبعد كده ابدأوا جهزوا الزيت عبارة عن نص كوباية. ما تكتروش في الزيت عشان الزيت بتخليهاش تستوي وبتكون طرية جامد، وعشان كمان يعني جودة الكيكة تطلع مظبوطة. هنا بقى معايا 3/4 من كوباية اللبن. الكوباية واحدة اللي بنعاير فيها، سواء سكر لبن زيت او دقيق، كوباية واحدة. طبعا هنا معايا كوباية الا ربع من اللبن ومعلقتين من الزبادي. الزبادي دي انا كنت عاملاها في البيت. طبعا هنا حطيت معلقتين من الزبادي على كوبايه الا ربع من اللبن، وحطيتها مع المقادير. وتاكدوا ان السكر داب عشان هو ده اللي بيخلي الكيكه تظبط معاكم. هنا معايا كوبايتين و3/4 من الدقيق، وعليهم كوبايه من البيكنج باودر. طبعا انا نخلت الدقيق ولازم تدخليه عشان تخرجي الهواء منها. وبعد كده تبداي تقلبوا الدقيق مع البيكنج باودر كويس جدا، وتبداوا الخليط السائل ده تضيفوه عليها وتقلبوها. والله ظبط معاكم يعني كويس جدا. ما ظبطش معاكي العجينه ضيف عليها ربع كوبايه تاني، عشان الانواع الدقيق بتبقى مختلفه، فما بيبقاش في مقدار ثابت للدقيق. وفعلا ده عن تجربه. زي ما انتوا شايفوا هتشوفوا القوام في النهايه، انا هوريه لكم ازاي. اول ما تحسوه بينزل معاكم زي الطبقات كده، يا تعرفي ان المقدار بتاعك مظبوط في الدقيق زي ما انتوا شايفين كده. ولا هي تقيله تقيله مش بتنزل معاكي، ولا هي خليط سائل خفيف. وفي صينيه طبعا دهناها سمنه، بتبداي ان انت تضيفي الخليط بتاعك. وقبل ما تبداي في اي حاجه تكوني مشغله الفرن على درجه حراره متوسطه. ما تعليش الفرن عشان او ما تحطي صينيه الكيكه هتديك لون وتكون مش مستويه. لازم تخلي الفرن على درجه متوسطه. تبداي تحطي الكيكه بين اللي هي ولا هاديه خالص ولا متوسطه، توسطني النار بين اللي هي الدرجه الهاديه والدرجه المتوسطه. وهتطلع معاكي بالجمال ده. في فرن بيتحمر من فوق ومن اعلى يعني اسفل الكيكه. وفي افران بتسويه وما بتعملش لون في على وش الصينيه. بتبداي ان انت تشغلي عليها الشوايه، واول ما تخرج معاكي ابداي اختبريها. يعني هي بالظبط هتاخد معاكي 15 دقيقه، بس طبعا اهم حاجه تختبريها عشان كل فرن بتبقى مختلفه عن الفرن اللي يعني البوتاجازات بتبقى انواعها مختلفه عشان الغاز. وفي طبعا في فرن بتشتغل بالغاز وفي فرن بتشتغل بالانبوبه، فدي كل حاجه بتختلف عن التانيه. فابدأي بعد 15 دقيقة شوفي الكيكة استوت معاكي والجناب حمرت معاكي، وحطيتي السكينة طلعت من غير عجينة، يبقى كده الكيكة بتاعتك استوت. لاحظت ان في عجينة لسه، لا احطيها في الفرن. وخليكي برضو على درجة النار بين المتوسطة وبين الهادية عشان تنجح معاكي الكيكه من اول مره. طبعا اديك شايفين الكيكه عامله ازاي بصراحه. العلو بتاعها ما شاء الله طلعت معايا ناجحه 100%. اهم حاجه امشي على الخطوات، امشي على المقادير، واسالوا على الفانيليا اللي انا وريتها لكم. بجد تخلت الكيكه طعمها تحفه. ولا الريحه جابت لاخر الشارع. طبعا لو حضرتك جديده معايا في القناه، اوعي تنسى الاشتراك وتفعلي معايا جرس التشغيل عشان يوصل لك كل فيديو جديد انا بقدمه. وكمان اتمنى ان حضرتك تديني لايك للفيديو عشان يوصل له كل فيديو جديد انا بقدمه. السلام عليكم.